السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو كيف ديما في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي رائع بزاف، كيك اللي ساهل بسيط، كنتمنى انه يعجبكم ونال الاستحسان ديالكم، وخليكم على فيديو حتى الاخير. كنحتاجو هنايا بالنسبة للمكونات لهذا الكيك، كنضيفوا واحد قبيصه ديال الملحه في الاول، من بعد كنضيفوا عليها 3 ديال الحبات ديال البيض اللي الحجم ديالهم متوسط، يعني ما هم كبار ما هم صغار. كنضيفوا هنايا كاس ديال السنيده ما عامرش، يعني كاس الى ربع ديال السنيده. كنخلطوا هاد المكونات بجوج مزيان، يعني كيف ديما كنخلطوا البيض مع السنيده حتى كيتبدل اللون ديالو، وحتى ما كنبقاوش نحسوا بهذيك السنيده، يعني كنحسوا بها دابت. ضروري من هذه المرحله في الاول. هنايا ضفت نص كاس ديال الزيت، ومن بعد غادي نخلط مزيان. غادي نضيف كاس ديال الحليب عامر اللي خديته ودفيته غير واحد شويه، يعني بما ان دابا الحال بارد خديته دفيته غير واحد شوي. من بعد هنايا عندي الفلو ديال الفخيز، يعني الفلو بنكهه الفريز، او لا ضيفوا نكهه الفريز. بما ان هاد الكيكه هادي غادي ندخلوا فيها الفريز، خاصنا حتى هي نكهو الكيك بنكهه الفريز، او لا نستعملوا فيها غير فلو ديال الفخيز، حتى هو راه كيجي رائع بزاف وكيعطيه واحد التعليكه زوينه لداخل. صافي غادي نخلط هاد المكونات مزيان، ومن بعد هنايا عندي جوج كيسان ونص ديال الدقيق اللي خديتهم وغربلتهم. وبالنسبه للدقيق ديما كيف كنقولوا يعني كيبقى الدقيق مختلف من دقيق لدقيق، يعني ولو نعطيكم العبار نتوما خصكم تشوفوا عينكم ميزانكم. غادي نضيف هاد الكميه اللي غادي تقدني، ويعني ما غاديش نخلي الخليط يكون يعني ثقيل شويه، حيت مازال غادي نضيف ليه الكاكاو وغادي نضيف ليه الخمارات. المهم انا هنايا كيف قلت لكم استعملت جوج كيسان ونص ديال الدقيق. هنايا عندي 3 ديال الخمارات، وعندي جوج ساشيات ديال الكاكاو. كيف يمكن لكم تستعملوا جوج معالق ديال الكاكاو، بحال عندكم الكاكاو ديال العبار ضيفوه، عندكم هاد الساشيات ضيفوهم حتى هما كيعطيو واحد المذاق اللي هو جميل والنكهه ديالهم رائعه. صافي هنايا غادي نخلط هاد المكونات ديال الخميره والكاكاو بعد ما غربلتهم، وغادي نتحصل على القوام اللي انا محتاجه. انتم كيف كتشوفوا يعني الكيك ما هو ثقيل ما هو خفيف، على هاد القوام هذا. صافي غادي ناخذ واحد المول عادي على هاد الشكل، مول اللي هو بسيط وكيعطينا واحد الكيكه على واحد الشكل اللي هو جميل. صافي خديته دهنته بشويه ديال الزبده، ورشيته بشويه ديال الدقيق، كيف يمكن لكم ترشوه حتى بشويه ديال الكاكاو. صافي هنايا غادي ندخله للفران اللي ديجا شعلته، يعني الطياب العادي ديال الكيك كنشعلوه من التحت حتى كيطيب. بالنسبه اللي عندكم الفران ما كيطيبش يعني من الفوق ومن التحت، تقدروا تشعلوه من الفوق شويه. انا طيبته غير على يعني شعلت الفران غير من التحت، طابت ليا من التحت وطابت ليا حتى من الفوق. صافي هنايا بعد ما خرجتها من الفران وقلبتها، غادي نحاول نكرط هاد شويه ديال الدقيق. هذاك الشيء علاش قلت لكم يعني من الاحسن انكم ترشوا المول بالكاكاو باش ما تحصلوش على هاد النتيجه هذه. صافي هنايا زولت هاد البقايا اللي حيت من الكيك. غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديال الباتيسري بنكهه الشوكولا. غادي ناخذوا واحد الكاسرون وغادي نضيفوا فيه جوج معالق كبار يكونوا عامرين من هاد الكريمه ديال الباتيسري بنكهه الشوكولا، وغادي نضيفوا عليها 3 ديال المعالق ديال السنيده ما يكونوش عامرين، يعني معالق يكونوا ممسوحين، واللي كيبغي الحلاوه بزاف يقدر يعمرهم. هنايا غادي نضيف كاس ونص ديال الحليب. في الاخر غادي نضيف مازال شويه ديال الحليب، حيت غادي تجي غتبان ليا هاد الكريمه شويه قليله. نتوما كيف كتشوفوا يعني بحال قلتي جوج كيسان ما عامرينش، يعني الكاس الاول عامر والكاس الثاني غيكون شي كاس لاروب. صافي غادي نوضعهم فوق النار
حتى كتعقد ليا الكريمه. ومباشره وهي باقا سخونه غادي نوضعها فوق الكيكه ديالي على هذا الشكل، وغنحاول نقاد الوجه ديالها. كيف كتشوفوا جات الكيكه رائعه بزاف، وحتى الشكل ديالها جا زوين. وصافي هنايا غادي نزينوه. بالنسبه للتزيين يقدر لكم تزينوا باي حاجه عندكم، اولا تخليوها غير عاديه هكاك، اولا ترشوا عليها لوز افيلي او اي حاجه بغيتوها. هنايا عندي هنايا الفريز، بما ان دابا الموسم ديال الفريز، وحتى الفريز كيتواتى بزاف مع الشوكولا، يعني كيجي معاه رائع بزاف. بزاف الناس كتعجبهم الفريز مع الشوكولا. صافي هنايا غادي نقطع كل فريزه الى نصفين، وغادي نزين بهذه الطريقه. يعني التزيين بسيط جدا، عادي، كيكه عاديه، هي اصلا المقادير ديالها ديال الكيك، غير حنا يعني زيناها بهذه الطريقه وعطيناها هذا الشكل، هذا اللي شكل اللي هو زوين بزاف. صافي هنايا زينت الكيكه ديالي على هذا الشكل، كتجي رائعه بزاف. وهنايا كان باقي ليا واحد شويه ديال الشوكولاط الابيض، كان شاط ليا من واحد الكيكه. وصافي قلت نزيد نتفنن شويه في هذه الكيكه، درت ليها شويه ديال الخيوط هكايا على هذا الشكل في الجوانب ديالها. كنتمنى انها تعجبكم الكيكه ديال اليوم. يعني كيكه بسيطه، مقادير رائعه بزاف وسهله، والكريمه حتى هي سهله. الكريمه كتجي رائعه، فيها واحد البنه اللي كتجي زوينه. صافي هنايا غادي ناخذ الكيكه ديالي وغادي نحاول نقطعها شويه باش تشوفوا القوام ديال الكيكه وتشوفوا الشكل ديالها كي كيجي ملي كنقطعوها. الكيكه جات رطبه بزاف وجات هشيشه، نتوما كيف كتشوفوا. يعني الكيكه ديما كتبان غير في التقطيعه ديال الموس، يعني غير كتحطي الموس كيهبط بوحدو. صافي هنايا كنتمنى انها تعجبكم الكيكه ديال اليوم ويعجبكم لا فيديو. ولا كيعجبكم الوصفات ديالي كيف ديما ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتبارطاجوها مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وتخليوا لينا شي تعليق يكون زوين بحالكم. وهذا هو الشكل ديال الكيكه من الداخل، انتم كيف كتشوفوا كيجي رائع رائع بزاف. كيك اللي هو سهل وبسيط، يعني في متناول الجميع، اي واحد يقدر يديرو ويفرح به وليدات ديالو. وهنايا غادي نقول لكم الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله في شي وصفه اخرى بحول الله.